هلو يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. اشتقت لكم شديد، عارفة إني طولت علي كم أسبوع كده ما نزلت فيديو، لكن أهو قررت إنه أعمل الفيديو ده الليلة علشان حسيت إنه أنا بجد طولت منكم. المهم قبل ما أخش في الموضوع وأقول لكم أنا الليلة هتكلم عن شنو وتفاصيل الموضوع، ما تنسوا للناس الجديدين على القناة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناتي، وما تنسوا كمان تعملوا لايك وشير للفيديو. الحاجات الحلوة اللي كنت حابة أشاركها معكم حتى في الفيديو ده إنه إن شاء الله حاعمل برنامج على قناتي في اليوتيوب، وكان شاركته مع الناس على بوست على القناة نفسها، كتبت لكم إنه أنا حاعمل برنامج، فعايزة المواضيع اللي أنتم حابيني أنا أتناقش فيها في البرنامج ده يعني. وناس كتير شديد كتبوا لي مواضيع مختلفة، حاجات كتيرة ممكن أتناقش فيها معاكم، لكن في موضوع معين كده لفت انتباهي، لأنه كتير من الناس يعني قالوا لي أول حاجة أتكلم عنه، منشنوا عنه في البوست ده، وحتى على الانستجرام بتاعي بتوصلني دائما مسجات عن انه اتكلم لنا عن الموضوع ده، فعلشان كده حبيت اتكلم فيه، واللي هو موضوع عموما الصداقة. لكن انا هسه هتكلم معاكم عموما عن الصداقة عن فكرة عامة، لانه كثير من الناس بيرسلوا لي انه يا وضاحة مثلا انا مثلا صاحبتي طعنتني مثلا في حاجات، او اتخنت من صاحبتي، او مثلا حصل موقف سيء جدا مع واحدة من صاحباتي، فادينا نصائح كيف حتى انه مثلا نكون علاقات صداقة قوية او كده. لانه انا صراحة من الناس اللي شايفة نفسي والحمد لله اني محظوظة في موضوع الصداقة عموما، او في موضوع انه عندي صحبات وصديقات ومكونة علاقات صداقة حلوة شديد ومستمرة لها سنين. طيب ليه موضوع انه الواحد يلقى اصحاب كويسين، يكون علاقات صداقة كويسة شديد وحلوة؟ ليه مهم جدا؟ لانه حرفيا اصحابكم بيحددوا حاجات كثيرة في حياتكم. يعني انت اصحابك الحولك، الناس الحولك، خاصة الصداقات اللي بتكون قريبة منك شديد بتحدد حاجات كثيرة في حياتك، لانه انت اصحابك ديل او صحباتك ديل دائما بتكونوا مع بعض، دائما يعني هم الناس اللي انت بتتلقى منهم النصائح، بتتلقى منهم، بتشارك معاهم الحاجات الحاصله في حياتك، بتتناقشوا في حاجات، افكاركم ذاتها بتكون شنو يعني مشتركه، في حاجات بينكم مشتركه، بتقضوا معظم وقتكم اساسا مع اصحابكم اكثر حتى من ناس البيت اللي هم الاهل وكده. يعني حرفيا مصيرك ممكن يكون محدد بالصداقات والعلاقات اللي انت بتكونها حوالينك، فعلشان كده اختيار الاصحاب مهم شديد. طيب في ناس بتسالني انه طيب يا وضاح احنا كيف نكون علاقات انه صداقه قويه، او كيف نختار اصحابنا؟ تمام، اول حاجه لما نيجي في موضوع اختيار الاصحاب لازم يكون الزول اللي انت بتكون معاه علاقه الصداقه دي، او اللي بتختاره انه يكون صديق لك، يكون في بينكم انسجام، يكون في بينكم كيمستري، يكون في بينكم افكار وحاجات كده مشتركه. لانه يعني لو كان الاختلاف بينكم بين الاصحاب، يعني اصحابكم كبير جدا، خاصة في موضوع الفاليوز، الستاندردز، الحاجات دي، خاصة الفاليوز، يعني انتوا تكون عندكم فاليوز مشتركة اللي هو قيم، لازم يكون عندكم قيم مشتركة، يعني ما واحد يكون قيمه مختلفة تماما عن الزول الثاني، كده حيكون في شنو تضارب شديد في انكم تكونوا علاقة قوية. فدائما لما تيجي تختاروا اصحابكم اختاروا ناس بيشاركوكم نفس القيم، فما ممكن انه مثلا تختار زول يكون عكسك تماما. يعني مثلا انت زول بتحبي تطلعي وبتحبي تشوفي تطلعي في مثلا ادفنتشرز، حاجات زي دي، مثلا تقومي تصاحبي واحدة لا بتحب تقعد في البيت دائما، ما بتحب تطلع او كده، فكده اساسا ما حيكون في بينكم انسجام، لانه ما بتحبوا نفس الحاجة، ما بتقدروا انه تتلاقوا في حتة كده يعني مشتركة بيناتكم. فعلشان كده اختيار انه الاصحاب لازم يكون كمان غير القيم والحاجات دي، لازم تكون في بينكم حاجات مشتركة. برضو اختاروا الناس اللي بيكونوا ما دايما نيجاتيف. احنا كلنا عندنا شنو السلبيه كده، يعني احيانا بنكون سلبيين، احيانا بنمر بحاجات صعبه في حياتنا، لكن في نفس الوقت ما تختاروا او تكونوا علاقات قويه مع ناس دايما سلبيين، لانه ديل
صدقوني حتعانوا معاهم شديد، لانه انتوا كده ذات الطاقه حقتكم السلبيه دي حتكون دايما موجوده كده في حياتكم، طاقتهم السلبيه دي. فانتوا لو كنتوا ناس ايجابيين وناس بتحبوا الحياه وناس عندكم طموحات وحاجات زي دي، ويجيكم زول سلبي، انتوا من نفسكم حتلاقوا من غير ما تحسوا بدأتوا تنجذبوا أكثر للطاقة السلبية دي، لأن الطاقة السلبية دي دائما حتكون حوالينكم. زي ما قلت لكم انتوا الأصحاب دائما بتكونوا معاهم حوالينهم، فلما يكون الناس طاقتهم دائما اللي حوالينكم سلبية، انتوا كده من غير ما تحسوا حتبقوا سلبيين زيهم. فعلشان كده حاولوا انكم تتفادوا انه الناس اللي بتكون سلبية. برضو كمان لما تيجوا تختاروا أصحابكم، اختاروا ناس ما تكون سواء انتوا عندكم منهم مصلحة او هم عندهم مصلحة يعني منكم انتوا. عارفة اذا الجملة دي جات صح، لكن انه شنو ما تكون انه علاقة الصداقة متكونة بس علشان حاجة فيها مصلحة، سواء من ناحيتكم او سواء من ناحية الزول الثاني اللي انتوا حتكونوا معاه العلاقة حقت الصداقة دي. لازم العلاقة بتاعت الصداقة او الاصحاب اللي تختاروهم لانه انتوا ديل ناس يعني بتحبوهم حتى من دون شنو انه يكون في سبب كده معين انه انا بحب البني ادم ده مثلا عشان بيقدم لي الحاجه الفلانيه او عشان انا محتاجه في الحاجه الفلانيه او كده، لا. فدي كده اول نقطه اللي هي كيف الواحد يختار اصحابه او يختار الناس اللي يكونوا حوالينه يعني في حياته. ثاني حاجه ثاني نقطه حابه اتكلم عنها اللي هو النقطه حقت اللي هو الناس سالوني عنها، كيف انه اعرف انا في علاقه مثلا سامه مع صاحباتي. يعني في بنات بيسالوني كيف انا اعرف انه صاحبتي دي زوله يعني سامه او ما ينفع انا اكمل معاها او انها تكون مثلا في حياتي. طيب في علامات واضحه شديد. اول علامه منها صاحبتك بتكون انه لما تكون توكسيك او تكون سامه، اول حاجه بتلاحظي انها ما بتحب لك الخير او صاحبك ده ما بيحب لك الخير. يعني مثلا لما تكون في حاجه حلوه في حياتك حاصله او مثلا في حاجه يعني انت مبسوط عليها او كده، بتكون حاجه واضحه حتى في وشهم. سبحان الله في ملامح وشهم لما تجي تديهم الاخبار دي او تشارك معاهم الحاجه دي، بتلاحظ انه ما مبسوطين. حتى لو حاولوا يمثلوا انهم مبسوطين، ملامح وشهم بتوريك انه هم الناس دي ما مبسوطه. بيحاولوا انهم يطلعوا لك الحاجه النيجاتيف السلبيه في الحاجه الحلوه اللي انت شاركتها معاهم دي. عارفي انه الموضوع ده ما حيكمل لقدام، لانه في حاجات اكبر ممكن تحصل، والصديق او الصحبه دي او صديقتك او صاحبتك دي بجد تخرب لك الحاجة أو يعني تعمل حاجة بجد تفقدك الثقة فيها وتفقدك حتى الثقة في باقي الناس يعني. فانتبهوا من الحاجة دي. ثاني حاجة برضو إنه من العلاقات السامة ممكن تكون بين الأصحاب، لما إنه أصحابكم تحسوا إنه دايما بياخدوا وما بيدوا، والحاجة دي ما بس مثلا ماديا أو في حاجة معينة، حتى مثلا في خلينا نقول أديكم مثال، عندك صاحبك او عندك صاحبك، انتوا دائما مثلا لما يكون هو في مشكله او عنده حاجه مضايقاه او كده بيضرب لك يتكلم معاك وتتكلم معاكي وتحكي بالساعات وانت بتسمعي وبتدي في نصائح ويعني تديهم من وقتك وتديهم من طاقتك. بس لما انت تكوني في ضيقه او تكوني متضايقه او تكون في حاجه يعني دايره زولي تفضفض له او كده، تلقي ما في نفس ردة الفعل. يعني لما تيجي تحكي له أو تيجي مثلا تحكي أنت لصاحبك عن حاجة أو تفضفض له أو تحاول إنه تسأله من مساعدة وكده، تلقاه هو إنه يا إما يقول لك أنا ما فاضي، يا إما ما يسمع لك، يا إما يكفي لك من الحاجة أو تكفي لك من الحاجة. فما بتلاقوا إنه في نفس الانرجي، في نفس العطاء اللي أنت بتديه بتستقبله. فدي برضو حاجة انتبهوا ليها شديد. دي من العلاقات السامة، إنه أنت دائما مثلا صاحبك ده أو صاحبتك دي دائما بياخدوا منكم وما بيدوكم. برضو من الحاجات السامة أو من العلاقات السامة اللي هو لما تلاحظي أو تلاحظ إنه الزول اللي قدامك ده دائما بيتكلم على الناس معك. اتأكد مليون بالمية إنه هو بيتكلم عليك أو عليك من وراء ظهرك. مليون بالمية. لما دائما هو صح في بين يعني مثلا بين الصحبات أو الأصحاب وكده
ناس بتقعد مثلا حاجه مضايقاك من زول بتتكلم عنها كده، لكن لما تشوف انه الحاجه دي دايما متكرره يعني بيتكلموا عن حرفيا اي زول، حتى الناس القريبين منهم شديد، تتاكد انه هم نفسهم بيتكلموا عليك مع الناس دين من ورا ظهرك او من ورا ظهرك. فيعني انتبهوا للحاجه دي شديد. وحتى الناس او الاصحاب ولا الصحبات اللي بيطلعوا اسراركم يعني برا لناس تانيين، دول برضه انتبهوا منهم شديد. يعني حاجات انا من الحاجات اللي يعني خلتني اقطع ناس كثير من حياتي، انه اكتشفت انه مثلا اسراري دائما بتكون بيطلعوها برا او بيشاركوها مع ناس تانيين، او مثلا بيتكلموا عني او كده. يا جماعه الناس دول اقطعوهم من حياتكم تماما. طيب النقطة اللي بعدها انه طيب انا اكتشفت انه انا الزول اللي قدامي ده او صاحبتي او صاحبي ديل سامين. انا هسه وصلت مثلا لمرحلة انه خلاص داير انهي العلاقة دي، انهيها كيف؟ في كذا طريقة تمام على حسب الزول اللي قدامك. في الطريقة حقت انك شنو دي انا طريقة عندي اللي هو شنو بسحب نفسي من الزول ده حبة حبة، يعني تلقانيش نفسي حتى نفسي يعني شوية شوية من الزول يعني ده من صاحبتي دي او كده، لحد ما بلقى نفسي خلاص الكونتاكت اللي بيننا خلاص انقطع تماما، ما في بيننا نفس الكلام، لكن لسه بتكون شنو انه في بيننا السلام وعليكم السلام، انتهينا على كده. لكن احلى طريقة انه الناس بجد تخلي انه تقطع العلاقه دي او مثلا تبعد نفسها عن العلاقه دي، هو انه الناس تقعد وتتكلم، مع انه ممكن تكون الحاجه دي شويه صعبه لناس كثير، لكن دي احسن حل. انه الناس تقعد انه والله هي الحاصل كده كده كده، انا مثلا ما شايفه نفسي انه انا ممكن اكمل في العلاقه حقت الصداقه دي، او انا ما شايفه مثلا انه الموضوع ده حقدر امشي فيه لقدام علشان الاسباب كده كده. ما لازم تكون الناس تتضارب وتتشاكل ويكون في النهايه نبذ، لانه في علاقات كثيره بتنتهي كده من الكبت، لانه الناس بتكبت وفي النهايه شنو بتتفجر يعني على بعض. فانه شنو ده ما احسن حل. احسن حل انه الناس تقطع العلاقه لكن بطريقه يعني فيها شنو، لانه في النهايه الناس كانت اصحاب وكانت كده، لكن بس الناس تقطع من بعض، ما في داعي يكون في التواصل الدايم وفي الحاجات دي، لكن على الاقل ما يكون في انه شنو انه خلاص الناس دي حتى لما تشوف بعض ما تسلم على بعض او كده، لا انه الناس تطلع بهدوء واي زول يعني واخلاقه وتربيته والحاجات دي يعني. وحاجة مهمة برضه حبيت انه اذكرها اثناء يعني انتوا مع اصحابكم دايما اتاكدوا انه انتوا حاطين باوندريز او حاطين حدود مهما كانت العلاقة دي قوية، مهما كانت. يعني مثلا انا عندي صحباتي قلت لكم من زمان، يعني من الابتدائي مع بعض، ويعني هسه صحباتي هسه انا معاهم 15 سنة 16 سنة. يا جماعة احنا علشان تتبني العلاقة بالقوة دي يا ما حصلت مشاكل، يا ما حصلت خلافات بيننا، يا ما في ناس كان لازم تخد حدود لناس علشان العلاقة تستمر لقدام. يعني أهم حاجة الناس تعرف الحدود بتاعتها وتخد الحدود دي كمان مع الناس. يعني مثلا لو انت مثلا شايفة انه مثلا صاحبتك او انت مثلا شايف صاحبك انه دائما مثلا بتدخلوا في حاجات شديد، مثلا بتدخلوا في حياتكم شديد او بيحاولوا يتحكموا في حياتكم شديد، ممكن عادي توقفوهم بطريقه مثلا ظريفه، انه تتكلموا معاهم او مثلا توضحوا لهم الحاجه دي. وصدقوني الاصحاب اللي بجد بيعزوا عليكم مستحيل 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 ما يحترموا الحاجه دي، لكن المهم انه انتوا تعرفوا كيف تخطوا حدود وتتكلموا وتكونوا صريحين مع بعض. يعني انا دي صراحه من الحاجه اللي انا عندي مع صحباتي وبتعامل فيها مع صحباتي، انه احنا دائما لو حاجه مضايقانا بنخط حدود لبعض. يعني عادي حصل كده كده كده، المفترض ما يحصل كده كده كده، تمام؟ وخاصة انه شنو؟ انه ما بناخذ الحاجات كمان بطريقة بيرسونال. يعني هي مثلا لما تيجي تقول لي كده انه عيني مثلا انا ضايقت من الحاجة الفلانية او ما تتعاملي معي بالطريقة دي، او مثلا لازم تحترميني كده قدام الناس او كده، ما احاول اخذها بطريقة بيرسونال، واحاول انه احترم الحاجة اللي هي بتقولها. فبرضه ما تاخذوا الحاجات بطريقه كده شخصيه شديد مع اصحابكم، حتى لما تتشاكلوا لما تتضاربوا او كده ما يكون شنو الموضوع يكبر بزياده. حاولوا انكم شنو المواضيع تخلوها كده بيناتكم علشان صدقوني بتكبر. احلى الحاجه دي طبعا اتعلمتها مع صحباتي، وزي ما قلت لكم مرينا بمواقف كثيره
ودي الخلاصة اللي أنا تعلمتها بجد من إنه كيف أكون علاقات قوية وعلاقات صداقة حلوة. أنا ما عايزة أطول في الموضوع ده كتير، تمام؟ لأنه زي ما قلت لكم لسه حتطرق فيه يا سلام كلمة كبيرة، هتطرق في الموضوع ده بطريقة أكبر، يعني هتكلم فيه بتفاصيل أكثر وكده ما في البرنامج اللي هو اللي هأعمله. عشان كده ما عايزة أخلص كل التبس والحاجات اللي فيه في الفيديو ده. فإن شاء الله تكونوا أتليست استفدتوا من الفيديو ده شوية وحبيتوه. ما ننسى نعمل لايك وشير للفيديو، ما ننسى كمان للناس الجديدة في القناة يعملوا سبسكرايب لقناتي، وأشوفكم في الفيديو الجاي. واكتبوا لي في التعليقات انتوا برضو تجاربكم وآرائكم في الموضوع ده. باي.